القاهرة تستقبل اليوم قائد شرق ليبيا خليفة حفتر في لقاء يأتي وسط تحركات مصرية متواصلة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المتنازعة. الرئاسة المصرية أعلنت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل يوم الأربعاء خليفة حفتر القائد العام لقوات الجيش الوطني الليبي في شرق البلاد. وجدد الرئيس المصري خلال اللقاء تأكيده على موقف القاهرة الثابت القائم على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا والعمل على توحيد مؤسساتها المنقسمة. يأتي هذا اللقاء في وقت تعيش فيه ليبيا انقساما سياسيا مستمرا بين الحكومتين المتنافستين، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس في الغرب، وسلطة موازية في الشرق تدعمها قوات حفتر. وتكسب هذه الزيارة أهمية خاصة كونها تأتي بعد نحو 3 أسابيع فقط من استقبال الرئيس السيسي لعبد الحميد الدبيبة في القاهرة، ما يعكس محاولات مصرية متوازنة للتواصل مع طرفي الأزمة الليبية في آن واحد. وتؤكد القاهرة دعمها المستمر لجهود إعادة الاستقرار إلى ليبيا وتوحيد مؤسساتها السياسية والاقتصادية باعتبارها دولة الجوار الغربي المباشر لمصر، وذلك في ظل الفوضى التي تعيشها البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. ملف ليبيا يبقى إذن على رأس أولويات الدبلوماسية المصرية في انتظار ما إذا كانت هذه اللقاءات المتتالية ستمهد لحل سياسي شامل ينهي الانقسام.